مع مرور الزمان الفتن تكثر في العالم، واحد أكثر الفتن الموجودة حاليا النساء بشكل عام. طيب قبل ما تتهجموا عليا ويعني أنا ضد النساء، لا خلينا أفهمكم حبة حبة وبعلمكم الزمان هذا إيش قاعد يصير فيه. والقصة هذه يا جماعة الخير ممكن إنها تفيد ناس بتطيح في أشياء جديدة. والله العظيم إني ما بقول هذه القصة إلا خوفا على اللي بيتابعوني واللي ممكن في يوم من الأيام يوقع في هذه الفخوخ. وللأسف هذا الزمن كثير من أشكال اللي موجودة في القصة. بس قبل ما أخش في القصة، شكرا على الدعم المتواصل، وصلنا تقريبا 694 ألف. وبس عندي كذا حاجة بسيطة حتدعمني مرة كثير، واللي هو يا جماعة الخير موقع برين. ايش هو موقع برين؟ موقع برين فيه ملابس رجالية جاهزة، اوفر سايزات، اطقم، تيشيرتات، قمصان، احذية، كل ما يتمناه الرجل موجودة هناك. وبينه وبينكم في بعض الاشياء اصلا كمان تنفع للبنات، اللي هو الاوفر سايزات وذي الاشياء برضه احسها تنفع للبنات. واذا حابين يعني تشتروا من هناك فيعني تقدروا تستخدموا كودي اي اسهل كود في الحياة. بحط لكم رابط الموقع في اول تعليق او في الديسكريبشن. ادخلوا الموقع وشوفوا كذا، خذوا لكم لفة. واتوقع عندهم عرض بمناسبة اليوم الوطني، اللي هو تاخذ قطعة والقطعة الثانية 50% خصم. المهم لا اطول عليكم، خلونا نخش في القصة على طول. طيب القصة هذه جدا طويلة، وإن شاء الله إنها تعلق في الذاكرة وتنقذ ناس كثير من اللي ممكن يصير. فيعني إذا تبغى تندمج مع القصة جيب لك حاجة كذا أو خليك يعني في جو مناسب. هذا واحد اسمه جواد، شاب لبناني، وتحية لأهل لبنان. جواد هذا من أحد القرى الموجودة في لبنان، وبالتحديد جنوب لبنان. جواد من عائلة بسيطة جدا، ولكن كان عنده حلم يبغى يحققه، حلم منذ الطفولة. الولد هذا يبغى يصير طبيب، وبناء على انه يبغى يوصل لحلمه بدأ يركز كثير في دراسته ويدقق في كل شيء. وكان ما شاء الله تبارك الله من الطلاب المجتهدين، يعني اللي شادين حيلهم بكثرة. كان يحصل بشكل دائم اللي هو المستوى الأول، المستوى الثاني على المدرسة. وعائلته زي ما قلت عائلة بسيطة، كان عندهم يعني أراضي يزرعوا فيها اللي هو الحمضيات، الليمون، الزيتون، وفي بعض الأشجار اللي تثمر. وأصلا معروف بالقرى اللي موجودة في جنوب لبنان مشهورين بزراعة الليمون الزيتون، وبعض الأحيان كمان الموز. في القرية هذيك أغلب اللي هناك بيشتغلوا في هذه الأشياء، وبعضهم مسافرين يعني دول أفريقية أو أوروبية، وبعضهم كمان يروحوا إلى أمريكا، يعني بالمختصر يروحوا لدول أجنبية. جواد ما كان يبغى هذا الشيء، لأنه فكر إذا إنه راح إلى دولة أجنبية ممكن يصير رجل أعمال أو إنه يشتغل في أي مهنة ثانية. كان حاط هدف في عيونه واللي هو إنه يصير طبيب. مرت الأشهر ومرت السنين، وكان جواد يجتاز المراحل الدراسية بأعلى درجات إلين ما خلص الثانوي. طبعا لما خلص من الثانوية هو جاب معدل مرتفع، فاقترح عليه واحد من أقاربه وقال له يا جواد، دام انت يعني معدلك مرتفع ودراستك مرة كويسة، ليه ما تروح على أحد الدول الأوروبية هناك وتتابع دراستك؟ هناك في مجالات كثيرة والأمور أسهل أكثر من هنا. طبعا جواد بدأ يقلب هذه الفكرة وعجبته، قال ليش لا، ليش مثلا ما أطلع لألمانيا أو فرنسا أو الأرجنتين. قعد فترة يفكر فين أروح وإيش أسوي وكذا، وفي النهاية قرر إنه يروح لألمانيا، لأنه في بعض أهل القرى والقرى المجاورة موجودين في ألمانيا، وحتى في منهم اللي دارس طب، ومنهم اللي يشتغل رجل أعمال، ومنهم اللي يمارس حياته طبيعية بشكل عادي هنا. فلذلك اختار جواد ألمانيا. قدم جواز على أحد الجامعات في ألمانيا، وبعد فترة مع المعاملات والأشياء هذه ردت عليه الجامعة وقالت له أركب أول طيارة لألمانيا، تم قبولك. طبعا هنا جواد ما صدق خبر، وعلى طول راح بلغ أمه وأهله وأبوه، ضبط جوازه وضبط الفيزا وأقلع على برلين. وينك يا برلين؟ تعال يا برلين. طبعا هذا الكلام كان نهاية 2009 على بداية 2010. جواد في هذاك الوقت تقريبا عمره كان 19 سنة إلى 20 سنة. وصل برلين هذاك اليوم وراح للجامعة وسوى الإجراءات اللازمة، وصار يروح ويجي على هذه الجامعة. استأجر له غرفة في السكن، وبدأ جواد يروح الجامعة ويرجع، وفي نفس الوقت بدأ يدور على فرص عمل عشان يقدر يصرف على نفسه ويخفف المصاريف على أهله.
تعرفوا فرق العملات وكذا، فبيكون صعب لو انه اشتغل هناك وطلع قيمة سكن وهذه الاشياء، بيخفف كثير عن اهله. طبعا في البداية اهله كانوا بيرسلوا له شوية مبالغ، ولكن بدأ يعتمد على نفسه هنا ويجمع له مبالغ. تروح الايام وتروح السنين، وهنا جواد انتهى من مرحلته الجامعية وتخرج كطبيب اشعة. وطبعا طبيب الاشعة يعني او التخصص هذا ما هو سهل، له تشعباته وله اشياء وقصصه. المهم تخرج جواد بدرجة ممتاز، والحمد لله بعد ما حلم انه يصير طبيب اتخرج جواد باسم الطبيب جواد. حلم الطفولة وتحقق. بعدها فترة قال انه انا ابغى اكمل اللي هو الماجستير وبعدين الدكتوراه، وفي نفس الوقت خليني اشتغل. قدم على وظيفة في احد المستشفيات الالمانية وتم قبوله على طول كذا بجدارة، وقالوا له تعال يا حبيبي جواد تعال، ويعطوه ذاك الراتب اللي انبسط منه جواد، اللي كان يحلم فيه. راتب ممتاز وحوافز، يعني الولد كان جدا مبسوط. جواد وقتها عمره تقريبا يعني في العشرينات، يعني 26 27 سنة. استلم الوظيفة هنا وصار يداوم للمستشفى، يروح ويجي، وراتبه ما شاء الله تبارك الله يعني عالي. بدأ جواد يفكر هنا بالاستقرار في هذه البلد، لأنه الوظيفة اللي بيشتغلها مو لفترة معينة فقط. طبعا خلال الفترة اللي درس فيها جواد كان يعني بين فترة وفترة يرجع للبنان يشوف أهله ويرجع، إلين خلاص قرر انه يستقر في المانيا، لانه المانيا فيها فرص عمل وفيها رواتب اللي بتكفيه واللي بياخذها يعني كويس، عكس اللي بناخذه مثلا في لبنان والرواتب الضعيفة هناك، خصوصا اذا كان يعني طبيب متميز، فتشوف فرق في الرواتب طبعا بين الدول بشكل رهيب. وكان ما شاء الله جواد مبدع في اختصاصه. يعني انا لو برجع الى لبنان بفتح عيادة وما ادري متى بيصير لي اسم وانشهر، بقعد فترة. قال دحين الوظيفة مؤمنة والراتب عالي والأمور من أحسن إلى أحسن. استقر الآن وضع جواد المادي، وصار يرسل الفلوس لأهله بين فترة وفترة، وأحوال أهله في الفترة الأخيرة نقدر نقول إنها تحسنت، وكان هو ما شاء الله ما يقصر معاهم. حصل على شهادة وحصل على وظيفة وراتب تقريبا 6-7 آلاف يورو وتجي كل شهر. فقال الحمد لله. لكن الآن جواد ناقصه شيء واحد، وهو كان يفكر فيه الزواج. نفس أي شاب ثاني لما يوصل مرحلة معينة وعنده الاستقرار الوظيفي والمادي يفكر انه يتزوج ويستر نفسه، بالذات مع كثرة الفتن والانفتاح اللي موجود في اوروبا وغيره. طبعا خلال فترته الدراسية في الجامعة وفي الماستر ووظيفته في المستشفى، خلال السنوات هذه كلها جواد ما ارتبط بأي بنت، وبالذات كمان انه ما يفكر يرتبط بالبنات الاجنبيات. كان ملتزم جواد دينيا وعنده عقدة يعني من انه انا ما بتزوج بنت اجنبية، انا ابغى بنت عربية. لذلك جواد كان عنده مشكلة في هذا الوضع، وين ياخذ من فين يحصل، بالذات انه اصلا يعني جواد هذا شاب ما عمره سوى شيء ولا كان عنده علاقات مع النساء، شاب وسيم ويعني كويس وفيه كل الصفات الحسنة، ما في عنده علاقات، ما عنده صديقات النساء. فلما بدأ يفكر انه يتزوج كان عنده مجموعة من الاصدقاء. واحد من الاصدقاء اللي هو من احد القرى المجاورة اللي في لبنان اسمه خليل. خليل هذا كان يدرس في الهندسة، فجواد وخليل هذول كانوا احيانا يطلعوا مع بعض للبنان او يرجعوا هنا لألمانيا يخرجوا سوا. وتعرفوا لما يخرجوا بيتعرفوا على ناس من نفس الجالية اللبنانية، فتعرفوا على مجموعة من لبنان وكانوا موجودين في ألمانيا. وجواد اصلا يعني بطبيعة الحال اغلب اللي بيكونوا اصدقاء له هم اطباء، يعني مو مهندسين، بس هذا عشان ابن بلده وقريب من القرية اللي ساكن فيها، فنقدر نقول اصدقاء مقربين. وعنده كمان واحد من الاصدقاء اللي هو من الدول العربية ونقول له عبد السلام. عبد السلام وجواد كانوا داموا في نفس المستشفى، كانوا يطلعوا يعني مع بعض، يروحوا على كافيهات، يروحوا كذا اماكن يسهروا فيها وتدور بينهم الاحاديث. وهنا جواد طلع على عبد السلام فكرة انه يبغى يتزوج. كان في طبيبة كاغستانية تداوم مع جواد في نفس المستشفى وفي نفس القسم اللي داوم فيه جواد. البنت هذه يا جماعة الخير تقدر تقول للقمر ابعد من هنا انا بجي اقعد مكانك، يعني كانت جميلة بمعنى الكلمة. المهم هذه الكاغستانية كانت رامية كل حبها وأوراقها قدام جواد، لكن المشكلة إنه هذا الحب من طرف واحد، وهي بتحاول تلمح لجواد، يا جواد يا عيني يا قلبي يا روحي، تعرفوا بس بالإنجليزي مستحيل تقول له my heart my love، لا
بتلمح له طريقة ثانية. لكن جواد ما كان بيشوفها ابدا منعمي. فلما جواد فتح سيرة الزواج على عبد السلام، عبد السلام هنا نط وقال له يا حبيبي وينك عن الطبيبة الكاغستانية دي؟ يا رجال ميتة عليك، منتظرة بس انك تنظر لها نظرة واحدة، حرام عليك، حن عليها يا اخي، ما شاء الله تبارك الله. يعني البنت جمال وعيون ولباس محتشم وبنت قمة الجمال والأخلاق. لكن جواد كان ما هو شايفها ولا معبرها حتى. جواد ما كان يكره الجمال وإنه أخلاقها حلوة وما أدري كيف، لا، هو عنده فكر إنه أنا ما أبغى أخذ واحدة أجنبية، يبغى ياخذ واحدة من بنات البلد، أو يعني واحدة من بنات دول العربية. يا جواد يحاولوا فيه، ياهو ترى الكاغستانية والله جميلة، ما بتلقى زيها ودكتورة ومعاك في نفس يعني المستشفى وتتفاهم انت وياها. لا، انا ما ابغى كذا. يعني جواد لا حياة لمن تنادي. عبد السلام يقول لجواد والله يا ليت انه هذا الكاغستانية انها تحبني زي ما تحبك. كانت طبعا الكاغستانية هذه تتكلم مع عبد السلام تقول له يا اخي ايش بصاحبك كذا شايف نفسه مغرور وما هو مهتم ابدا. رد له عبد السلام قال له يعني انا ايش اسوي، مو بكيفي طبعا. المهم راحت الايام وجت الايام، حاولوا مع جواد من هنا لهناك يا ولد الكاغستانية شوف، قال لهم اسمعوا ولا يمكن يوم من الايام اني اخذ وحدة مو عربية. طبعا مرت الايام وما شاء الله جواد قدر انه يشتري له بيت ويشتري له سيارة فارهة وراتبه صار عالي. ويقوم هنا الدكتور جواد ويتعرف على بنت عراقية، وهذه البنت اسمها نجوى، ونجوى ما شاء الله كانت في قمة الجمال. لما شافها جواد هنا انبهر بجمالها وقعد معاها مرة مرتين وطرأ عليها فكرة الزواج مباشرة. قال لها اسمعي انا رجال ما عندي لا لف ولا دوران، وانا صراحة ناوي على الزواج، وانا من الشباب اللي يضحكوا على البنات طلعات وخرجات، ما عندي من هذه السوالف ابدا. قالت له حياك اهلا وسهلا. طبعا نجوى بلغت امه وابوها بهذا الشيء، وهذول طبعا عائلة عراقية ولهم فترة من زمان موجودين في ألمانيا. قالت لهم انه في شاب لبناني يتعرف علي وكذا وكذا ووده يتقدم لي عشان يخطبني. قالوا حيا الله خليه يجي نتعرف عليه ونشوف يعني وضعه اموره. طبعا جواد ما صدق، على طول جان نفسه وراح لهم مباشرة. طبعا بعد ما تأنق وتعطر وتشيك وراح بالسيارة كذا السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا تفضل اهلا وسهلا. بدأ التعارف الضيافة والقهوة وتعرفوا حفلة بسيطة عشان يتعارفوا. جاء جواد وقال يا عم اسمع انا داخل من الباب وطالب بيد بنتكم على سنة الله ورسوله. قال حياك الله يا ابني جواد. طبعا جواد جاي على الزواج كذا فلوس وبيت وامور عال العال وسيارة يعني، وبدأ يتكلم مع ابو نجوى، وابو نجوى يسأله انت ايش تشتغل وايش معاك. وطبعا نجوى قالت لهم انه هو دكتور كبير واختصاصه كذا وجاي من لبنان، وكانت ماخذة بعض التفاصيل يعني انه راتبه محترم وعنده فلوس واموره تمام. المهم بدأوا يتكلموا كذا ووصلوا لوضع المهر، كمل المهر وزي كذا. فنطت نجوى وقالت اسمع انا مهري بيكون راتب 6 أشهر. قال لها يا بنت الحلال ايش فيه خير، انا راتبي 6-7 آلاف يورو. كيف يعني هذا المبلغ ما هو سهل. على طول هنا قالت والله هذه العادات والتقاليد ولازم هذا يكون مهري، وفي شرط ثاني يا استاذ جواد او يا دكتور جواد، لازم تتزوجني بشكل رسمي. يعني هو انك تتزوجني عن طريق الحكومة الألمانية ويثبت الزواج بشكل رسمي في سجلات الدولة، لأجل إذا فكرت يوم من الأيام إنك تلعب بذيلك يصير أحصل على نصف ما تملك يا دكتور. لما سمع هنا جواد الكلام هذا وإنه البنت هذه تبقى إيجار 6 أشهر من شغلي كذلك تسجل الزواج بشكل رسمي، فقال يعني الله واضح منه البنت هذه ما هي مضبوطة. يا أبو نجوى يا ابن الحلال دخل أعطينا رأيك. قال والله يا ابني شوف هذه بنتي وحياتها وهذا مهرها هي اللي تحدده بنفسها، ويعني بصراحة حقها هذا يا ولدي. البنت داخلة على زواج ومحتاجة طبعا مبلغ يعني عشان تجهز امورها للزواج. يا عمي يا هو ما يصير كذا، شوف ما اقدر ادخل بالموضوع. خرج هنا جواد من البيت وفهم الموضوع انه هذه العائلة مادية وبتفكر بالفلوس، يعني مهما اي شيء
يعني زي ما تقولوا مستغلين وضع بنتهم. وبما انه اصلا البنت تكلمت عن انه الزواج لازم يكون رسمي وزي كذا، النية بانت. طبعا جواد كان ما همه بهذا الشيء، لما يتزوج اكيد بيسجل في السجلات الحكومية وكذا، بس لما هم تكلموا بهذا الموضوع بانت حقيقتهم، وانه هي اصلا كانت ناوية تكوش على نصف ممتلكاته. المهم قال الظاهر ما لنا نصيب. بعد فترة من الزمن التقي مع خليل صاحبه عبد السلام، وقاعدين يتناقشوا في موضوع الزواج. قال لهم الموضوع صار كذا وكذا 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 وكذا. قال لعبد السلام يا رجال الكاغستانية يا رجال اسمع كلامي، ما ينفع يعني هذا العناد وانك شايف عليها بس عشانها اجنبيه، واذا كانت اجنبيه يا اخي عادي. قال لا ولا ممكن، انا ابغى اتزوج واحده عربيه، والافضل انها تكون من بنات البلد. حاولوا معاه كثير من هنا لهنا، الرجال رافض، والعراقيه هذه ما ضبطت معاه. طيب يا ابن الحلال خلاص دام كذا جيب لك واحده من بنات البلد او من اقاربك يعني هناك وزي كذا. قال لا يا اخي ببلاش باوراق وعلى بال ما تيجي، وبعدين قصه طويله لغة ما لغة. لا يا أخي ما بهذا التعب كله، ليش أوجع راسي وبهذا؟ في كثير هنا لبنانيات من الجالية اللبنانية، وكمان في بنات من الدول العربية وتصادفت معاهم كثير وتعرفت، وأقرب شيء كانت العراقية. المهم راحت الأيام وراحت الأسابيع، وجواد يعني كان يبحث عن عروس أو الزوجة المناسبة، والألمانيات حوله إشي يعني شقرة، إشي حمرة، إشي صفرة، إشي خضرة، إشي بنفسجي، ولا هو معبر ولا شيء. المهم بعد فترة من الزمن يتعرف جواد على فتاة لبنانية من جنوب لبنان بس موجودة في ألمانيا. البنت ما شاء الله تبارك الله كانت جميلة ومن عائلة وجماعة معروفين، وفاتح هنا جواد البنت بالزواج. قالوا أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور جواد يا ابن البلد، حياك الله. تقدم هنا جواد بشكل رسمي لخطبة هذه البنت، واللي كان اسمها حنان. حنان عمرها كان تقريبا 21 سنة، عايشة بألمانيا هي وأهلها، وهي كمان من مواليد ألمانيا. وجواد لما تعرف على حنان راح إلى أهلها بزيارة رسمية علشان يعرفهم عن نفسه ويعرف يعني وضعهم وهم مين. لما دخل على البيت يعني شاف الوضع ما شاء الله تبارك الله، سجادات صلاة والقرآن معلق كذا في يعني الجدار، وكتب قرآن يعني كتب دينية، والجماعة كانوا ملتزمين، ويعني من أحسن ما يكون. مين الشخص اللي ما يبغى هذا الشيء؟ قال الدكتور هذا اللي أنا أبغاه، وهذا اللي أنا أدور عليه من فترة. جت والله في بالي حنان هذه. وطلعوا طبعا حنان وجواد أكثر من مرة على مشاوير يتعرفوا فيها على بعض، وشاف هنا جواد إنه ما شاء الله البنت هذه يعني مناسبة ورزينة وعمرها كويس وعلى قدر من الجمال، وما شاء الله تبارك الله جمالها لا يستهان فيه. قرر هنا انه يرتبط فيها بشكل رسمي ويتزوجها على سنة الله ورسوله، وخطبها هذاك اليوم، وكتبوا الكتاب على الطريقة الإسلامية. والجماعة طبعا ما كان عندهم شروط، قالوا احنا مدورين فلوس، واحنا اهم شيء الستر للبنت. وجواد هنا دفع مهر تقريبا 10,000 يورو، وهو طبعا قادر على هذا المبلغ كان، ومع الزواج والتجهيزات والفساتين والذهب والاشياء هذه وغرض الزواج تقريبا كلفته كل شيء 20,000 يورو مع المهر وغيره. زفوا له حنان بهذاك اليوم بالفستان الابيض، ودخل هنا جواد على حنان، ولا حنان ما هي بكر. هنا جواد لما اكتشف هذا الشيء عقله طار. يا حنان يا بنت، انت متزوجة قبلي؟ انت كذا يا بنت، انتي مدريش. بدأت البنت هنا تبكي وانهارت وبدأت تمسح الدموع، وقامت الدنيا هذاك اليوم. وهذا المسكين جواد كان حاجز الاوتيل هذا لمدة كم يوم، وفندق 5 نجوم، ومصاريف سيارة وعروس ومهر، يعني سالفة ما لها اول ولا اخر. المهم في هذاك اليوم هو نام لحال وهي نامت لحال. المهم اليوم الثاني جاها وقال لها لمي أغراضك ولمي شنطتك وخلينا أوصلك على بيت أهلك. يا جواد يا ابن الحلال استر علي يا عيني يا قلبي. قال لها اسمعي، لا تقولي استر عليك ولا استر علي، خلينا أرجعك على بيت أهلك زي ما أخذتك أرجعك. وصل جواد للبيت، سلام عليكم. وعليكم السلام. يعني جواد لسه لما جاء لسه الشمس يا دوب طلعت. خير يا جماعة ايش اللي صاير؟ ايش في؟ هذه صباحية العرس وعلى اساس الفندق يعني ايش الوضع؟ ليش جايين عندنا؟ طبعا حنان داخل البيت وكانت بس تبكي. يا بنتي خير، ايش اللي صار يا جواد؟ ايش في يا اخي خير؟ من وين يجي الخير وانت ضاحك علي وغاشني؟ هذه بنتك حنان؟ قال خير ايش اللي ضاحك عليك؟ قال له بنتك ما هي بكر. قال له ايوه
طيب وعادي، المشكلة يا جواد حبيبي انت عايش في المانيا، يا حبيبي انت فين تفكر نفسك عايش؟ عادي، فين المشكلة يعني حتى لو ما هي بكر؟ طالع كذا جواد قال السجادات القرآن فينها يا شباب؟ ايش اللي عادي حبيبي؟ ايش اللي عادي؟ تستهبل انت ولا ايش؟ اقول لك اسمع، بنتك طارق، السلام عليكم. وعاف الجمل بما حمل، انا لا ابغى مهر ولا ابغى فلوس ولا ابغى اي شيء. الولد هنا انصدم صدمة عمر، وهذه اول تجربة زواج، يعني على اساس انه نغش بوضع السجادات وصلاة، وطلعت هذه البنت زيط ميط. طبعا جواد لما تزوج هذه البنت ما كان لهم شرط انهم يتزوجوا عن طريق الحكومة بشكل رسمي وزي كذا، كان زواج بالطريقة الإسلامية. المهم انه طلق، وللأسف هنا جواد انهار وصارت عنده حالة نفسية سيئة، وعنده عقدة من البنات في ألمانيا، هذه تبغى فلوس وهذه ما هي بكر وهذه ما ادري ايش، يعني بنات مثل صندوق الحظ، تعصل له وعدة كذا يا كويسة يا سيئة. فبدأ يفكر هنا جواد وقال إذا إنه أنا بتزوج واحدة عربية في ألمانيا حيكون خطير هذا الزواج، يا إما تضبط يا إما ما تضبط. رجع على أصحابه اللي كان يلتقي فيهم اللي هم خليل وعبد السلام وحكاهم باللي صار. قالوا له يا رجال اسمع، الكغستانية يا أخي والله انت قاعد تضيعها. قال لهم اسمعوا، لا حد يجيب لي سيرة هذا الكغستانية يا اخي، انا ما راح اخذ الا واحدة عربية، خلاص انتهينا، وباذن الله هذه المرة راح تصيب ما راح تخيب. قالوا طيب ايش عندك يا جواد؟ طبعا جواد لما كان ينزل على لبنان كان في وحدة عينه عليها واللي هي بنت خاله، ما شاء الله تبارك الله، عيون واسعة ورموش وذاك الشعر، والبنت اللي كانت تاخذ العقل. جواد لما انصدم بالوضع اللي صار فيه، هذه تبغى فلوس، هذه فيها كذا ومدري ايش، تخطر على باله بنت خاله او بنت خالته عفوا. وبنت الخالة هذه كانت جدا جميلة، كان اسمها حوراء. حوراء هذه كانت اسم على مسمى. حوراء اسم يطلق على الانثى او المرأة شديدة البياض وعيونها سوداء، وفي احيانا يقولوا الحوراء من النساء والمعنى البيضاء، ومو المقصد اللي هو حور عينيها. هذه ما شاء الله كانت حوراء في الجسد وفي العيون وفي البياض، بنت آية من آيات الله في الجمال ما شاء الله. وهذا الشيء المهم بالنسبة لجواد، بنت قرية من البستان للبيت، حتى العاصمة اللي هي بيروت عمرها ما نزلت هذه البنت، ممكن مرة واحدة نزلت اللي هو على مركز المدينة أو وسط المدينة اللي هم عايشين قريبة منها. والبنت ما شاء الله تبارك الله بس مصورة صورة الهوية حقتها، ما عندها صور، ما تعرف غير القرية والبيت فقط. فقال جواد هنا والله جت وجابها الله، يعني حتى لو اني اتعذب الين ما اجيبها الالماني انا ما عندي مشكله، الاوراق اطلع لها اياها واللغه والسوالف هذه ما عليه باذن الله انها تتظبط، لكن هذه حياه زوجيه. المهم طرح الفكره هذه على اصحابه، قالوا له شوف يا جواد، انت بعنادك هذا بتشوف اللي يناسبك واحنا قد نصحناك وهذه حياتك وانت حر فيها، قلنا لك على الكغستانية هذه ولكن انت ما انت راضي. المهم جواد جاب التليفون، اتصل على اهله وعلى خالته، كيفك يا خالة؟ الحمد لله، طمنيني، شو اخبارك؟ والله يا اسمعي انا طالب القرب منكم. قالوا حياك الله، والله هذه الساعة مباركة. لما سمعت الخالة هنا انه الدكتور جواد ابن اختها بيجي من المانيا عشان يخطب بنتي، الفرحة طبعا كانت طايرة فوق، وتقوم هذه حراء وتشيع الخبر في القرية انه الدكتور جواد جاي من المانيا مخصوص بس عشان يخطبني. والله وتقول لها امها انه دكتور جواد جاي يخطبك من المانيا، وهذه البنت حوراء كذا الله جاي يخطبني يعني تتفشخر قدام صديقاتها وبنات عماتها وتعرفوا، ودكتور جاي يخطبني وما حد قد عمي. المهم جواد يعني جهز نفسه والجماعة أبدوا الموافقة وقالوا تعال يا جواد، ويقوم جواد يحرك لك من برلين إلى بيروت، وبعدين من بيروت يروح لين عند خالته. وما شاء الله استقبلوه وهذيك الخطبة بشكل رسمي، وتزوج جواد في القرية. لما شاف بنت خالته يا عمي ما شاء الله تبارك الله يا الجمال، وبنت مؤدبة وخلوقة وهالحجاب واللبس المحتشم، انبسط مرة وطار عقله من الفرحة. قعد فترة من الزمن وقال لها يا حوراء أنا دحين أبغى أرجع لألمانيا عشان أجهز لك الأوراق وأقدم لك إنك تدخلي لم شمل، يعني بما إنه كمان أنت زوجتي وثبتنا خلاص إنه في المحكمة اللبنانية إنه أنت زوجتي والأمور عال العال. ويقوم ويحرك من لبنان على برلين، وصل لهناك وقدم اللي هو أوراق لم شمل. بعد فترة من الزمن ويجيب حوراء، وحوراء أول ما وصلت للعاصمة الألمانية برلين
طبعا هي طالعة من قرية شافت يعني مناظر واشياء متطورة، حضارة جديدة، يعني حاجات غريبة. وطبعا هذه حوراء كانت فتاة مسكينة وجميلة ومتدينة ومحجبة، وبينها وبين جواد كانت الامور يعني زي ما تقولوا سمنة على عسل. حوراء حبت جواد وجواد حبها، وقال يا رب لك الحمد اني اخذت واحدة من بنات جلدتي او من بنات دولتي على الاقل، والاحسن انها بنت خالتي. راحت الايام وجت الايام، وطبعا جواد اول ما جت البنت هذه حوراء لألمانيا، البنت دارسة يعني صف 7 و8، يعني اصلا كانت ما تعرف اللغة الانجليزية، حتى ما تعرف الا اللغة العربية، فسجلها هنا على معاهد تدريس اللغة الألمانية، وصارت تروح وتجي. والرجال هذا جواد يداوم في المستشفى والامور عالي العال، ولا عندهم اي شيء يعكر صفو حياتهم. وحوراء طبعا مبسوطة يعني حياتها في ألمانيا وامورها تمام. بعد فترة من الزمن تحمل حوراء من جواد، وبعد ما قضت الحمل ما شاء الله، وتجيب هذاك اليوم توأم. والتوأم كل واحد يعني من الثاني يقول انا احلى منك، لا انا احلى منك، كذا. كانوا ما شاء الله تبارك الله جميلين، وطبعا طالعين على جمال امهم. بس في مشكلة كانت تواجه جواد في ألمانيا. جواد لما كان يمشي مع حوراء في الشارع، حوراء من شدة جمالها الألمان صاروا يتفرجوا فيها، ما عاد يطالعوا في الألمانيات. صحيح انه عندهم جمال في ألمانيا وفي بنات جميلات وكذا، الا انه الجمال اللي كان في حوراء، خصوصا انها كانت لابسة حجاب اسود وعيون سودة وعيونها ما شاء الله واسعة، والبنت هذه كانت يعني تاخذ العقل، يعني لعبت في حسبة الألمانيين والعرب اللي هنا. اي واحد كان بيشوفها يحاول انه يركز عليها ويطالع فيها في الشوارع. فجواد احيانا يطلع بالسيارة عشان ما يبغى هذه الاشياء تصير. والبنت بعض المرات ودها انها تمشي، يعني تبي تشوف الدنيا، تبي تشوف الناس. يا بنت الناس يا اخي، الالمان قبل العرب ذو يعني بيسووا لنا مشاكل، بيقعدوا يتغزلوا فيك او شيء، خلينا نمشي بالسيارة. المهم بعد فترة من الزمن الابناء بدأوا يكبروا شوي، وهذه كانت ملتهية بتربيتهم، والامور ماشية وما في مشاكل الحمد لله. لما كبروا الاولاد شوي وهذه شبه انها راح تختم خلاص اللغة الألمانية، لانه لها فترة طويلة تقريبا 3 سنوات، وما شاء الله حوراء يعني تروح وتيجي على معهد اللغة هذا. وفي النهاية حصلت على مرحلة البيتو في اللغة، والمرحلة هذه بمعنى انها تجيد اللغة الألمانية. امورها صارت عالي العال، وصارت تروح يعني المعهد مرات بالقطار، مرات بالسيارات، مرات بالمواصلات العامة وغيره. والابناء كبروا شوية وصاروا يودونهم للحضانة. المهم يوم من الايام كذا ويرجع جواد للبيت. طبعا جواد اغلب دوامه في المستشفى، ويعني صار ما يروح مع اصحابه، ويطلع كل شهر شهرين مرة، لانه خلاص متفرغ مع زوجته مع عياله، ولا هو فاضي لهذه الاشياء. جاء في ذاك اليوم كان تعبان، يعني حالته حالة والله، وذيك حوراء لاوي بوزها مترين. خير يا حوراء يا حبيبتي ايش في؟ قالت والله يا حبيبي جواد انا مليت من قعدة البيت. قال لها كيف مليتي؟ قالت الاولاد يروحوا كذا على الحضانة، وانا اقعد لحالي اشوف الجدار، اشوف التليفون واقلب في التلفزيون. مليت من البرامج، مليت يا اخي، ودي اطلع، ودي اشوف حياتي، وانا اقعد اتنقل كذا بالقطار بالمواصلات، يعني تكفى اشتري لي سيارة، ابغى اشوف الدنيا، ابغى يعني اغير جو. قال له حاضر من عيوني، تبشري يعني من العين دي قبل العين دي. والله ويروح ياخذ البنت ويسجلها في دورة قيادة، وتتعلم الدورة، وختمت يعني الدورة هذه، يعني صارت معلمة، صار عندها رخصة وامورها تمام. ويقوم ويشتري لها هذيك السيارة الصغيرة واللي ما كان يستهان فيها. وصارت حوراء هنا تشيل ابناء وتوديهم على الحضانة. وشكرا لك يا حبيبي جواد، الله يسعدك، والله ما قصرت، والله يعطيك العافية ويفتح عليك. ها يا حوراء مبسوطة؟ قالت مبسوطة على آخر شيء، والحياة ماشية من أحسن ما يكون. مرت الأيام ومرت الأشهر، وتطلع البنت هذه حوراء بحركة جديدة أو شكوى جديدة. خير إيش في يا حوراء؟ إيش بك يا حبيبي يا قلبي؟ أنا مليت من القعدة، العيال يروحوا على الروضة وعلى المدرسة، وأنا يعني ودي بشغلة، ابغى اتسلى، يعني ابغى اشتغل. قال لها اسمع يا بنت الحلال، فكرة انك تشتغلي شيليها من راسك. ايش اللي تشتغلي؟ يعني ليش تطلع تشتغلي؟ انا دكتور وراتبي 7-8 ألف دولار، الدولار مين قصدي يورو، وكل شيء واصل عندك، يعني على البارد نبرد وعايش حياتك، ماني مقصر معاكي، ويعني كل شيء موفر لك. قالت انه ودي اتسلى، ودي يعني اشتغل بس للتسلية. قال لها في البداية هنا جواد
شيلي الفكرة من راسك. وطبعا حوراء بدأت تزن على راسه كل يوم، يا جواد يا جواد يا جواد أبى أشتغل، يا جواد أبى أتسلى، يا جواد. طلعت الرجال هنا من طوره وقالت له يا جواد أبى أشتغل، تعرفت على صديقات ودي أشتغل معاهم في مطعم، يعني بس حق التنظيف أبى أتسلى، أبى يعني أضيع وقت، يعني أقل حاجة لو أطلع كذا ساعتين 4 ساعات بس وأرجع، المهم إني أغير جو. بعد الزن هذا كله وافق جواد على هذا الشيء، طبعا بعد إلحاح شديد. قال خلينا نشوف تاليها يعني مع حوراء. طبعا حوراء صارت تشتغل في هذا المطعم، غسيل صحون وتنظيف طاولات وغيره. بعد فترة انتقلت إلى تنظيف المنازل، رغم إنها ما هي بحاجة لهذا الشيء، ما هي محتاجة إنها تسوي ذا الشيء. جواد ما هو مقصر عليها أبدا، بس على قد ما زنت عليه وسودت له عيشته، ودي أطلع ودي أشتغل ودي، فقال لها روحي اشتغلي وخلينا نشوف بعد كذا ايش حيصير. راحت الايام وجت الايام، البنت هذه اتفتحت شوية وحصلت على الجنسية الألمانية. طبعا بعد 3 سنوات صار عندها الجواز الألماني وصارت تتكلم ألماني وبشكل طلق. وطبعا يعني نظرات الشباب أول ما تمشي من الشارع وما حد يشوف إلا هذه البنت في الشارع، ما صار يشوفوا إلا البنت هذه حوراء. طبعا حوراء هنا شافت نفسها. ويا جماعة الخير للأسف يعني في الزمن هذا البنت بتدور على هذه النظرات وبتشوف نفسها، وكل ما تتطور الوضع تتفتح أكثر وأكثر وأكثر إلين ما تصير في الحضيض. للأسف ما أتكلم عن الكل طبعا، البعض تيجي كل يوم على جواد، يا جواد انت قاعد طالعني وانا ماني لابسه حجاب، بس شوف البنات يا اخي، بنت فلان وبنت صديقاتي العربيات، يعني خلينا افك الحجاب. قال لها هذا اخر شيء تحلمي فيه، اخر شيء ممكن تحلمي فيه، حتى حلم ما تحلمي فيه. قالت ليش؟ مدري كيف يا جواد. قال لها ولا ممكن، السيرة هذه لا تجيبيها أبدا. طبعا لما كانت تجيب له سيرة الحجاب وكذا، أبا فك الحجاب وغيره كذا، الرجال هنا طار عقله. قال لها والله لا فك راسك من جسدك. ويوم ورا يوم هنا حوراء بدأت تزن على جواد. وطبعا جواد يحب حوراء، يعشق حوراء، يموت في حوراء، لكن الحجاب بالنسبة له خط أحمر. المهم في يوم من الأيام كذا قاعدين يتكلموا على المغرب، يعني وقت المغرب، قاعد تقول له أبى أخلع الحجاب ودي أطلع بدون حجاب، أبى كذا وما أدري إيه. وبعدها ناموا. اليوم الثاني قام جواد وراح في الصباح على المستشفى، لكن في هذاك اليوم رجع بدري، دخل على البيت قال له حوراء ما هي موجودة. إلا شوية دخلت حوراء للبيت وخالع الحجاب وما هي لابسة يعني على راسها أي شيء، ويقوم عليها جواد يطالع، ليش بدون حجاب؟ إيش هذا يا بنت الناس؟ ويبدأ يمسكها ويكسرها تكسير، يضربها ضرب لحد يعني ما كسرها تكسير، صارت تسحب سحب كذا من الضرب. قال لها من اليوم ورايح ما عاد تطلعي من البيت. كان جاي يعني يومها تعبان ويبغى ينام، وضع مرة سيء، وياخذ لك حبة منوم وينام لأنه ما بيقدر ينام بذا الشكل. ويصحى من النوم ويحصل حوراء قاعدة تغسل، وعرفت يعني إنه وضع على غلط وقاعدة تبكي، لكن إيش تسوي؟ ما عندها أي أحد تشكيله في ألمانيا. وجاء يعني جواد مصدوم من التصرف اللي سوته زوجته كذا بعد العز هذا، وطلبت سيارة وطلبت إنها تشتغل، لكن إنها تخلع الحجاب هذا الأمر ما يصير. ما هو مستوعب السالفة، إيش قاعد يصير؟ إيش اللي تسويه يا جواد؟ إيش اللي راح تسويه معها؟ بعد 3-4 أيام ويلتقي في ابن بلده اللي هو خليل صاحبه، ويشوف خليل كذا صاحبه جواد مهموم وحزين. إيش في يا جواد؟ إيش اللي صار معاك؟ أشوفك ما أنت على المود يعني. قال له السالفة كذا وكذا وكذا، والله ضربته ومديت يدي عليها، لكن يعني انجبرت غصبا عني، حرمة طالعة بدون حجاب وأنا رايح جايبها من لبنان، وعلى أساس يعني ما أعرف إيش أسوي. ويا خليل والله العظيم البنت انقلبت 180 درجة من أول ما جبتها إلين بعد ما تعلمت اللغة وحصلت على الجواز، صارت تتردد علي وترد علي ويعني تسوي اللي في راسها، صارت امرأة متمردة، ماني عارف إيش أسوي معاها. خليل لما سمع كلام جواد كلم مع جواد كذا بنظرة، شافها جواد إنه النظرة هذه ما هي مضبوطة. قال له اسمع يا جواد، تبغى نصيحتي؟ قال له أنا ماني جايك إلا عشان أبغى تنصحني. قال له شوف نصيحتي إنه هذه المرأة ما تنفع لك، خذها على أهلها للبنان وطلقها هناك، ويا دار ما دخلك شر. ليش يا خليل؟ ايش الكلام هذا؟ تبي تخرب بيتي؟ قال له انت ما تبغى نصيحتي؟ خلاص هذه المرة يا اخي سيبك منها وتعلم مني، خذها لأهلها وطلقها. لما خليل يتكلم مع جواد كانت نظرته يعني
اللي هو ما يبغى يتكلم في اشياء ما لها داعي. جواد لاحظ هذه النظرة وقال له يا خليل انت عندك شيء يا اخي قول لي اتكلم، ايش اللي صاير؟ اسمعوا الصدمة اللي بيقولها خليل. تمام. خليل في يوم من الايام راح عند صديقه جزائري، هذا حلاق، وصاحبه هذا الجزائري يعني الحلاق كان صاحبه الروح بالروح، يجي كل فترة وفترة ويحلق عنده، وبعض المرات يجي يعني يقعد معاه بس يسولف وزي كذا. خليل في يوم من الايام جاء عند هذا الحلاق، وطبعا صالون الحلاق كان شوية صغير كذا، غرفة صغيرة فيها قعدة خاصة وفيها شاشة تلفزيون، وبعض الاحيان ينام في الغرفة هذه الصغيرة، وفيها بعض الاشياء ياكل وكذا. واحيانا خليل اول ما يدخل على الصالون يتوجه مباشرة الى هذه الغرفة اللي موجودة جوة الصالون. اول ما دخل خليل هنا الصالون اتوجه للغرفة، تمام، يبي يتوجه، بس هنا مسكوا الجزائري قال له اسمع اصبر شوية، خليك هنا قاعد. قال له ليه ايش فيه؟ قال له اصبر خليك هنا قاعد بخلص من الزبون هذا وبعدين افهمك ايش اللي فيه. المهم خلص هنا الجزائري الحلاقة وقال له ايش فيه؟ ايش اللي صاير يعني؟ ليه ما خليتني ادخل لجوا؟ قال له اسمع انت بنت لبنانية طير العقل. قال له كيف؟ ايش كيف تعرفت عليها؟ قال له والله اسمع انا وياها اصحاب، البس فريند هي حقي، واحيانا هي تيجي عندي واحيانا اروح عندها للبيت، لكن يا خليل والله العظيم انا عمري ما شفت يعني زي جمال هذه البنت، جمالها يطير العقل، وانا الحين بخليك تشوفها بس لا يعني تطلع صوت او شيء او تخليها تحس انك موجود، بس تشوفها كذا من عند الشق حق الباب وهي اصلا معطيتك ظهرها. ويجي خليل كذا يمشي معاه ويشوف من شق الباب ويشوف هذيك البنت قاعدة كذا، يعني ما هي لابسة ولا شيء على راسها، لكن هذه البنت هذه حوراء زوجة صديقي، هذه حوراء. هنا كانت الطامة.